لو ما عندكش شغف للمذاكرة ومش عارف تقعد على الكتاب دقيقتين على بعض، أحب أقولك إن ده طبيعي. ما أنت كل اللي حواليك بيتسابقوا مين مزنوق أكتر ومين مش بيذاكر، وبقى العادي والمضحك إن أنت مطنش اللي ورا، والحقيقة إن دماغك ضحية لكل الكلام ده. فهقولك على 8 نصايح يخلوا عندك شغف للمذاكرة، وآخر واحدة أهم واحدة. بس في الأول لازم تعرف إنك لازم تغير البيئة اللي حواليك. مش هقولك تشيل الموبايل، بس هقولك إزاي تستخدمه لصالحك. أول حاجة، افتح بنترست واكتب في السيرش ستادي. اعملوا سيف لكل الصور اللي تشجعكم وحطوها في بوست، زي صور عليها درجات عاليه، ناس بتذاكر، او نص شكلها حلو. تاني حاجه، ايا كان الابلكيشن اللي بتتفرجوا عليا منه اكتبوا في السيرش بتاعه ستادي او موتيفيشن، واعملوا لايك وسيف وفولو لكل الاكونتس اللي هتطلع لكم وتشجعكم. فبالتالي الفور كلها هتبقى حاجات بتشجعكم اكتر على المذاكره وبتخلي ده الطبيعي بتاعكم. 3، افتحوا يوتيوب واعملوا سبسكرايب لقنوات الطلبه اللي محتواهم عن المذاكره، وممكن كمان تكتبوا ستادي فلوج وشغلوا فيديوهات دي لما تصحوا وانتوا بتفطروا. وممكن كمان تتفرجوا على مسلسلات زي جيلمور جيرلز اللي البطله فيه واخده المذاكره اولويه كبيره في حياتها. كل دي حاجات هتعودكم على المذاكره وان هي حاجه لذيذه. 4، ابعدوا عن الناس اللي بترتاحوا لما تسالوهم ذاكرتوا ولا لا، عشان انتوا عارفين ان هم هيطمنوكم. وقربوا من الناس اللي هتبقوا محرجين ان انتوا تقولوا لهم انكم ما ذاكرتوش. 5، انزلوا ذاكروا في كافيه او مكان الناس كلها بتشتغل فيه زي مكتبه مثلا. لما تشوفوا ناس كتير بتشتغل هيحسسكم ان انتوا كمان لازم تخلصوا اللي وراكم. ولو مش هتعرفوا تنزلوا، افتحوا فيديوهات ستادي ويز مي، ودي في منها كتير جدا على يوتيوب بالعربي وبالانجلش وبصوت ومن غير صوت. 6، افتح الكاميرا وصور نفسك فيديو تايم لابس وانت بتذاكر، منها مش هتمسك الموبايل، وكمان الفيديو هيبقى حلو قوي في الاخر وهيحمسك بقى لما تلاقي نفسك ذاكرت وقت طويل. 7، في اخر كل يوم اكتب او صور نفسك وانت بتحكي عملت ايه النهارده، وقول اللي انت ذاكرته. فلو جيت في يوم ما ذاكرتش هتبقى محرج قوي من نفسك ان انت تكتب انك ما عملتش حاجه غير ان انت مسكت الموبايل مثلا، وده هيخليك تذاكر عشان ما تحرجش نفسك في الاخر. 8 واخر واهم نصيحه، اتحمل المسؤوليه واعرف ان كل ده بايدك انت. لو عايز تبطل تضيع وقت، انت اللي لازم يكون عندك اراده تعمل ده، والموضوع كله تحت سيطرتك وقرارك، يا تذاكر وتركز في مستقبلك يا لا. وفكرة بقى ان انت كملت الفيديو لحد اللحظة دي لوحدها تثبت انك شخص مسؤول وعايز تغير من نفسك. برافو عليك بصراحة، بحييك. لو عايزين بقى تعرفوا ازاي تبطلوا تسويف وتنجزوا اللي وراكوا، اعملوا لي فولو، ولو عندكم اي اسئلة اكتبوا لي في الكومنتس.